مشاهدينا اهلا بحضراتكم ويوم جديد وبرنامجكم بلاتو. زي ما عودناكم كل يوم حلقاتنا بتكون مختلفه. النهارده احنا داخل كواليس مسلسل منتهى العشق، المسلسل بطوله النجم المتالق مصطفى قمر والنجمه المتالقه ديانا كرزون ووحيد السنباطي ورحاب الجمل وعدد كبير جدا من النجوم، تاليف السيناريست الكبير محمد الغيطي واخراج المخرج الكبير محمد النجار. تعالوا مع بعض نشوف كواليس مسلسل منتهى العشق من خلال نجوم العمل. ايوه فعلا المعلومات جات لك دلوقتي. في جنينه اكل بتحصل في ام رمضان. نحن معاك وانت البدايه اكيد في حاجه مش مظبوط. سيبوني معايا بقى. في ايه؟ انت اعوج شغلك اعوج. خلاص يا سيدي انا مستعد انساها. من ابطال مسلسل منتهى العشق النجمه المتالقه نهال عنبر. اهلا بيكي معانا النهارده على القناه المصريه وبرنامج بلاتو منورانا، وما شاء الله على كل نجاحاتك الجميله والف الف مبروك المسلسل. الله يبارك فيك، ميرسي. يعني يمكن منتهى العشق مسلسل مليان رومانسيه، يمكن احنا مفتقدين في حياتنا اللي احنا نشوف الرومانسيه، لكن نهال عنبر مش مفتقده الرومانسيه. انا مش رومانسيه خالص الصراحه في المسلسل. يعني مصطفى قمر رومانسي، انا لا. انا ماديه كالعاده. ماديه طبعا. يعني ماديه ومصلحجيه وطبعا من يوم ما شفت من اول حلقه بقابل او من تاني حلقه بقابل مصطفى قمر مش طايقاه. كمان مش مصطفى قمر. ايوه جاسر. يعني مش يعني هنا بكلمه من هنا لاني عارفه ان ده ابن جوزي، وانا كان مخبي عليا ان هو كان عنده ابن، واكتشفت ده طبعا. حلقه النهارده بانت ان انا الحلقه لما نزلت الاولى بان ان انا لما عرفت الخبر ده جالي شك، فنزلت لهم العزا حقيقه بطقم بتاع تنس مش اي حاجه. يعني بجد عايز اقول لك الاول برضو رمضان كريم وكل سنه وانت طيبه. يمكن يعني متابعتك بقى في رمضان لاعمالك، ازاي بتقدري تتابعي اعمالك كلهم في وقت واحد ان كان ولو كمان عفوا عندك مثلا تصوير فبيبقى في ضغط شويه على الفنان نفسه، فكلميني عن حاله نهال عنبر في رمضان بتبقى عامله ازاي؟ بص انا بتفرج على المسلسلات اللي بلحقه قبل الفطار بتفرج عليه، بعد الفطار انسى. طبعا تراويح طقوس رمضان بعملها قبل ما انزل التصوير، وبعدين بنزل على التصوير برجع تاني يوم حقيقه. فصعب قوي ان انا اتفرج بعد الفطار، فاللي بلحقه قبل الفطار ببتدي اظبط بس الساعه كام والساعه كام عشان اشوف. فاتفرجت النهارده على منتهى العشق والفورياجي. بس الحقيقه مع اكتوبر الاخر ما عرفتش اجيبها النهار، لسه هعرف الميعاد. وفعلا بلغ البوليس وقالوا ان انا بشتغل شغل ليكي. تصريح جدا حسبتها غلط يا خايب. انا مش عايزك تخاف. وصدقيني ده في مصلحتك وفي مصلحتي. انا شاكه ان بابا مات بفعل فاعل. ولعلمك بقى لولا ان هم عارفين ان هم غلطوا غلطه كبيره ما كانوش رجعوا فيها. يا استنوني على المصريه في برنامج بلاتو مصطفى قمر. دلوقتي المفروض انت هتصوري ايه بقى؟ اصور مفروض ان انا عامله حفله للمجموعه المنتجع، ومفروض ان انا بعرف جاسر على المجموعه كلها افراد، وعشان نعلي اسهم المنتجع والحاجات دي. فطبعا يعني احداث، فالمفروض لابسه السواري وبديها حفله يعني. وعامله ايه في الحق؟ والله بص انا الحر انا ما بطيقوش، بس احنا حقيقه رايحين عين السخنه وشرم، فيعني هيبقى مش حر. هو هيبقى الحر. ايوه. يعني بجد ربنا معاكم. والجو بقى الكواليس، يمكن المشاهد مش عارف برضو كواليس العمل شكلها عامله ازاي، فكواليس العمل من خلال النجمه نهال عنبر. بص انا طبعا كل اصحابي، يعني رانيا فريد شوقي طبعا الانتيم بتاعتي، مصطفى وغاده مراته يعني الانتيم بتوعي، رانيا ياسين صاحبتي جدا، ومنى فضالي وايناس النجار، كلنا شله واحده كده لذيذه.
فبنقعد بقى لو في السحور طبعا هنسحر مع بعض، كنا ساعات ناكل مع بعض في بريك، سافرنا مع بعض وكله ضحك وهزار، يعني كان جو لطيف جدا الحقيقه. خصوصا مصطفى استاذ محمد النجار طبعا حبايبنا، والمنتج ممدوح شاهين، مجموعه كلها احنا اصحاب. فحتى في السفر في شرم انا قعدت 23 يوم في شرم، لو ما كانش اصحابي معايا كان جالي حاله، لان انا من النوع اللي ما بقدرش ابعد عن بيتي كتير. فجو لذيذ كله هزار وضحك. ومصطفى على فكره دمه خفيف جدا جميل يا حبيبي جدا، فظيع يعني، ومقلبجي يحب يعمل فيها مقالب. الحمد لله اللي ما عملش فينا مقالب. وبشرب كل مره اشربها مفيش فايده يعني، بس هو عارف. وغاده صاحبتي قوي، فبنقعد نرغي، فلطيف يعني، القعده بتبقى لذيذه جدا. يعني بجد والله نورتينا والف الف مبروك. بس كلمه اخيره تحبي تقوليها لكل مشاهدين قناه المصريه وبرنامج بلاتو عن مسلسل منتهى العش، تحبي تقولي لهم ايه واحنا معاكي؟ المسلسل ده احنا تعبنا فيه قوي، وفي مجموعه كبيره جدا من النجوم. اتمنى انكم تتفرجوا عليه وتقولوا لي رايكم، لان انا واثقه انه هيعجبكم ان شاء الله. منتهى العشق نهال عنبر. I want all my money. لانها بتقول لو وصلوا لها هتبقى في حكم الميت. يعني انا طبخت الطبخه وانتوا اللي قشيتوا كل حاجه. انا طلعت من الفضائيه المصريه. ما تصدقوش الكلام ده. نورتنا. عفوا يا حبيبي. يا رب العمل يعجبكم. يا رب نفضل كده يعني. افوج ان انا رديت عليه في التصوير. ممثلين من العيار التقيل. على فكره اللي في قلبي احنا محتاجين نطبق واحد قانون. ضيفنا في برنامج بلاتو المخرج الكبير المتألق محمد النجار. اهلا بيك معانا النهارده على قناه المصريه وبرنامج بلاتو. كل سنه وحضرتك طيب ورمضان كريم والف الف مبروك مسلسل منتهى العش. اهلا بيك يا فندم، كل سنه وانتم طيبين. يعني كل سنه وحضرتك طيب. يمكن ابتدينا نشوف دلوقتي منتهى العشق الحقيقه يعني محقق نجاح كبير مع المشاهد، وربنا يوفقك. يمكن يعني من العام الماضي في رمضان اللي فات ومسلسل الادم الحقيقه برضو كان حضرتك كنت عامل فيه مجهود جبار وجميل الحقيقه. سافرتوا في جميع انحاء العالم، وبرضو منتهى العشق سافرتوا بلاد كتيره مختلفه. عايزك تكلمني عن منتهى العشق مع المخرج الكبير المتألق محمد النجار. منتهى العشق هو رياضه نقول مسلسل اجتماعي بدور احداثه ما بين القاهره، شرم الشيخ، تركيا، العين السخنه، من خلال اسره، واللي بيحصل في صراع من الاسره دي بعد وفاه الاب، وهو بيكون له ابن موجود بالخارج بيجي يمسك المجموعه، فصراع ما بينه وما بين زوجة الاب والاخوات، وفي خط سسبنس في جريمه قتل بنمشي وراه، في خط تاني بتاع تجارات حاجات ممنوعه بنمشي وراه، غير قصص الحب بقى الكتيره اللي موجوده ما بين اطراف المسلسل. ايوه يا فندم، المعلومات جات لي دلوقتي. في جنينه قتل بتحصل في فندق رمضان. نحن معك اكيد في حاجه مش مظبوط. سيبوني بحالي بقى. في ايه؟ انت اعوج شغلك اعوج. خلاص يا سيدي انا مستعد انساها. يا نهار اسود، انت اللي عمل فيك كده. يمكن احنا النهارده معاك اخر يوم تصوير في شهر رمضان الكريم. طبعا كل سنه وحضرتك طيب وكل المشاهدين طيبين. يعني التصوير في رمضان شكله عامل ازاي بقى استاذ محمد عشان نعرف المشاهدين برضه؟ هو يعني الصراحه لسه هلكانين من بعد الفطار، فبنجرب نشد حيلنا ونشتغل، لان غالبا ان شاء الله كده في حوالي يمكن 15 او 20 يوم هنشتغلوا في رمضان ومع تصوير بنصور، وفرق بيننا وما بين الهوا يوم او يومين. بس ده بيبقى يعني اجهاد على ما فيهاش هزار يعني، بفضل الله وبركه رسول الله لازم تخلص عشان بتعرض على طول على الهوا، طب ايه اللي بيزنق يعني ساعات فريق العمل او المخرج ان يبقى مضغوطين ساعات في الوقت؟ يعني بيبقى ايه الاسباب من وجهه يعني نظرك؟ تبقى في ظروف انتاجيه،
بنضطر مثلا بنوقف وقفات لظروف انتاجيه. بتبقى في جهات مسؤوله كبيره المفروض ان هي كانت داخله معانا في المسلسل، مش عايزين نقول اساميها عشان عيب قوي ان هي تنسحب في اخر دقيقه. فعمل ده طبعا هزه للمنتج لان كانوا داخلين بنسبه 50%، فحاول هو يلم نفسه، فحصلت وقفه لم نفسه. يمكن الوقفه دي هي اللي اثرت علينا خلتنا نصور في رمضان، لكن ما كانش وارد اساسا نصور في رمضان خالص. مفترض كنت انا اخلص تصوير قبل رمضان ب3 اسابيع واعمل مونتاجي وابقى جاهز في رمضان، قاعد بتفرج كده مع المشاهدين على عملي واعمال زملائي الاخرين ونستمتع بكل الاعمال. وفعلا بلغ البوليس وقال لهم ان انا بشتغل شغل بالليل. التصريح دي وهميه. حسبتها غلط يا خايب. انا مش عايزك تخاف. وصدقيني ده في مصلحتك وفي مصلحتي. انا شاكه ان بابا مات بفعل فاعل. ولعلمك بقى لولا ان هم عارفين ان هم غلطوا غلطه كبيره ما كانوش رجعوا فيها يا كلب. استنوني على المصرية في برنامج بلاتو. مصطفى قمر. من ابطال مسلسل منتهى العشق الفنان النجم الصحفي المتألق وحيد السنباطي. اهلا بيك معانا النهارده على القناه المصريه وبرنامج بلاتو، وانت متألق في الصحافه، متألق في الفن وفي التمثيل، ومبروك منتهى العشق ومبروك بفعل فاعل. والحقيقه مش بس المسلسلين دول، لا يعني ده مسلسلات كتيره في رمضان. انا هسيبك انت تتكلم بقى، واهلا بيك معانا النهارده وحيد السنباطي. اهلا بيك يا محمد، وانا سعيد جدا بيك وبالمقدمه الجميله جدا اللي انت قلتها ديت. وكل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب. يمكن النهارده احنا معاكم في رمضان، كل سنه وانت طيب ورمضان كريم. ويعني يمكن يعتبر اخر يوم تصوير في منتهى العشق مع كل نخبه العمل، النجوم المشاركين في العمل نفسه. عايزك تقول لي بقى، يمكن شايفينك كمان لابس دلوقتي بيستعد للمشهد، كلمني عن منتهى العشق مع الفنان خليني اقول الفنان بقى المتألق وحيد السنباطي النهارده. هو اللبس اللي انا لابسه ده لبس مستر ميمون. مستر ميمون ده مدير في الفندق بتاع شرم الشيخ، هو المسؤول عن جميع العاملين في الفندق. فطبعا المديرين في الفنادق الكبيره دي بيلبسوا بدل سودا وجرافتات وكده. هو مستر ميمون دوت المفروض ان هو مدير العاملين، وبيحصل مواقف طريفة جدا في الفندق، وهو بيبقى شوية يعني يمكن الناس اتعودت مني ان انا بعمل ادوار الشر شوية، يمكن هنا الدور ما فيهوش شر خالص، بس هو فيلن شوية بما انه مدير العاملين فبيديهم اوامر بطريقة ماشيك بقى وشايف نفسه شوية. شايف نفسه برضو يمكن حتة الفليانة شوية اللي انا بعملها مش ظاهرة هنا، بس ظاهرة في الاوامر، في ان كل العاملين لازم ينفذوا اللي انا اقوله بالظبط. I want all my money. لانها بتقول لو وصلوا لها هتبقى في حكم الميت. يعني انا طبخت الطبخه وانتوا اللي قشيتوا كل حاجه. بتتابع بقى يعني يمكن منتهى العشق بيتذاع يوميا، وبفعل فاعل بيتذاع يوميا برضو على التلفزيون المصري بفعل فاعل، وطبعا في مسلسلات اخرى. بتتابع بقى مسلسلاتك ازاي وبتركز في انك تخلص بقيه المسلسلات ازاي؟ والله انا هقول لك على حاجه، انا بالنسبه لان انا كمان صحفي ومسؤول عن الصفحه الفنيه في الاخبار وبكتب نقد، فالمساله بقت بالنسبه لي مش مساله ان انا اتفرج على شغلي. ده بصراحه اللي حصل من اول يوم النهارده مثلا في رمضان، انا بقيت افتح التلفزيون اتفرج على اي حاجه تيجي قدامي. يعني مثلا اتفرجت على بلاتو رغم انه ممكن ما يبقاش في تخصصي، لكن لقيته فقعدت اتفرج عليه، عايز اشوف بلاتو. لا بصراحه كانت حلقه جميله. لا انت على طول ما شاء الله عليك يا حماده، شغلك كله حلو بصراحه يعني، الله ينور. فشغلي كناقد وكصحفي ما بيجي رمضان، يعني انا النهارده ما شفتش اي عمل انا فيه رغم ان انا في بره الدنيا وفي فعل فاعل وفي منتهى العشق وفي
في يمكن مسلسلين كمان اتبالي، بس ادالي ملوش نصيب السنه دي وما اتعرضش، الا اني ما شفتش ولا. وفي اغتيال شمس كمان عامل صعيدي ما شفتش ولا حلقه من حلقاتي، لكن اتفرجت على مسلسلات تانية كتير علشان اكتب عنها، لان ده دوري بقى بالنسبه للقارئ. بنسى نفسي شويه في رمضان واشتغل للقارئ بتاع الجورنال. قولي لي يا مرايتي، قولي لي حكايتي كنش دي نهايتي واخر قصتي. السلام عليكم. ضيفتنا في برنامج بلاتو النجمه المتالقه ديانا كرزون، اهلا بيكي معانا النهارده على القناه المصريه، اول مره في برنامجنا برنامج بلاتو، منورانا وكل سنه وانت طيبه ورمضان كريم ومبروك مسلسل منتهى العشق. حبيبي الله يبارك فيك يا رب، واهلا بالفضائيه المصريه في اللوكيشن وكل سنه وانتم طيبين. اخبار منتهى العشق مع ديانا كرزون ايه؟ يعني انت زي ما قلت من اسمه هو منتهى العشق، مسلسل رومانسي درامي فيه احداث كتير بتحكي عن كل شيء، عن البورصه، عن الحب، عن القبائل، عن كل حاجه صراحه. كتير مبسوطه باول تجربه لإلي، يمكن كان شوي الموضوع جديد علي بالنسبه كمسلسل يعني، بس الحمد لله مبسوطه، والحمد لله ردة فعل الناس كتير كويسه الحمد لله. استعديتي بقى لدور زي ده ازاي بقى، ولا انت عشان يمكن ما شاء الله مليانه رومانسيه فالموضوع كان بالنسبه لك؟ يس هو تقريبا كان بالنسبه لي يعني فيه احساس زياده عن اللزوم، فانا يمكن عشان شخصيتي هيك رومانسيه فحسيت الموضوع شوي لذيذ، بس اكيد طبعا بكون صعب جدا لما يكون عندك مسلسل وانت بتحفظ ومقابل نجوم يعني زي اللي معانا. ايوه فعلا المعلومات جات لي دلوقتي. في جنينه قتل بتحصل في فندق رمضان. نحن معذبون. اكيد في حاجه مش مظبوط. سيبوني بحالي بقى. في ايه؟ انت اعوج شغلك اعوج. خلاص يا سيدي انا مستعد انساها. يا نهار اسود. انت اللي عمل فيك كده. كلميني عن الشخصية بتاعتك في مسلسل منتهى العشق، اخبار الشخصية عاملة ازاي ودورك وتغير الدور، يعني في نقلة في الدور كمان، كلميني عنها. أنا شخصيتي بتكلم لهجتين، اللهجة البدوي واللهجة المصري. أنا بكون بنت بدوية من قبيلة، بهرب بليلة فرحي، عايزين يجوزون لابن عمي غصبا عني وأنا مش عايزة، فأنا بهرب بروح بشتغل في منتجع زي ما انتم شايفين اليونيفورم بتاع الشغل يعني، فببقى محبوبة للكرو كلياته، بدافع عن حقوق العمال تقريبا، هي النقطة الأساسية اللي كانت في الشغل. من بعد كده بشوف مصطفى قمر وبنحب بعض، يعني بصير في أحداث كتيرة يعني بكرة بتشوفوها إن شاء الله. اهلا بحضراتكم يوم جديد وبرنامجكم بلاتو، وزي ما عودناكم حلقات في بلاتو بتكون مختلفة. كذا المعروف هو تحرق الفلفل. استنوني استنوني في بلاتو على قناة مصرية فضائية. استنوني على المصرية، برنامج بلاتو على قناة المصرية. انتظروني على الفضائية. بلاتو استنوني في بلاتو على المصرية. على المصرية واحنا كلنا بنحبه. النهارده بقى ايه المشاهد اللي هو بيتم تصويرها من خلال مسلسل منتهى العشق؟ احنا اليوم في مشاهدنا مشاهد معارضة، عم نعارض لبيع الاوتيل، منعارض يعني بأمور كتير على الموضوع، مثلا
الاسعار المعاشات عشان غلي بأمور البورصة يعني، فالأوتيل بيخسر، فإحنا مش عايزين نطلع من الأوتيل، عايزين نشتغل لو براتب قليل بس. كل واحد وواحدة منكم هيرجع شغله زي ما كان بالظبط، بس هنوزع عليكم شوية شيفتات مسائية. يعني أنت مثلا يا غندي الصبح في الروم سيرفيس وبالليل في البار. مبروك يا غندي، مبروك. مبروك على إيه بس؟ لا ما بحبش البار. البار دي تبس كويسة. لا تبس لا. خمرة لا. خمرة لا يا غندي، أنت هنا شغال في السياحة مش في النكع. يا مستر ابص يدك اللي اتعرض عليها برد قبل كده وبردك ابص يدك. والله يا غندي لو مش عاجبك تقدر تقدم استقالتك. ماليش دعوه كشوف موقعه كده. ماليش دعوه كشوف موقعه كده، لو مش عاجبك قدم استقالتك يا حبيبي. لو عايز تعتذر قدم استقالتك دي يبقى تستقيل بقى. لو عايز تعتذر، لو عاوز تعتذر يبقى تستقيل. لا هستقيل لا. وبعدين في المصيبه دي، وبعدين في المصيبه دي ركزوا معايا، ركزوا معايا بقى. كل سيكشن يقف في الصف بتاعه. يلا كل سيكشن يقف في الصف بتاعه. هتكتبوا ايه؟ حاجه 30 معاك يا احمد افهمه. ساعتها هيبقى مثلا ايوه يا باشا، ايوه انت ابص منهم للاداره لمكتب الاداره، ابص منهم للاداره تمام، وهتاخد شفت مثلا وتخلع وتخلع اوكي، والاستاذ محمود بعد كده يروح مصورهم كتيره ليهم رسموا مثلا هم على حد بتاع ساعه ايه؟ ما نسمعش ال 30 بعد ده. وبجد انت منورانا النهارده، وانا سعيد جدا بيكي معانا النهارده في برنامج بلاتو، وان شاء الله برضو الساده المشاهدين يكونوا حابين لقائنا معاكي النهارده من خلال كواليس مسلسل منتهى العشق. يعني حابه تقولي ايه واحنا بنختم معاكي؟ طبعا انا مش عايز اختم معاكي وعايز اتكلم في حاجات كتير، لكن واحنا بنختم معاكي تحبي تقولي ايه للمشاهدين؟ حاجه كان نفسك تقوليها شفتيها في الفتره اللي فاتت، حاجه عن المسلسل جديد معاكي، اي حاجه انت حابه تقوليها يا ريت تتفضلي. اول شيء بدي اقول لكم كل سنه وانتم طيبين، بدي اشكركم عن جد اليوم اجيتوا وغطيتوا منتهى العيش، بدي اشكرك لك، بدي اشكر بلاتو، بدي اشكر كل القائمين على الفضائيه المصريه. صراحه انا بس بدي اقول كلمه واحده، ان انا دائما بكون فخوره بمسيرتي الفنيه انه انا دائما موجوده في مصر. بجد بحس مصر دائما فاتحه ايديها لكل فنان عربي بحب يتشهر وبيقدم فن راقي وكويس من هاي البلد الراقيه. وانا بشكر مصر وبشكر كل المصريين اللي اتاحوا لديانا كرزون انه تدخل لشاشتهم، تدخل لقلبهم، وان شاء الله يا رب انه يعجبكم المسلسل وابقى خفيفه الظل عليكم بس ان شاء الله باذن الله. وبجد نورتينا النهارده، بس كلمه اخيره تحبي تقوليها لكل مشاهدين قناه المصريه وبرنامج بلاتو عن مسلسل منتهى العشق، تحبي تقولي لهم ايه؟ بقول لهم منتهى العشق، وهو بجد منتهى العشق، وان شاء الله يا رب تبقى ايامنا كلياتها رومانسيه وحب. بحبكم. شكرا ميرسي. ما فيش داعي لاي كلام، وسيبني ابص في عينيك بس، في اوقات الكلام يتقال واوقات الكلام يتحس. استنوني على المصرية في برنامج بلاتو. مصطفى قمر.